ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. وصفتنا النهارده حلوه وسهله وجميله في اواخر الشهر كده. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل البصاره. انا محضره ربع كيلو فول، الفول المدشوش، وغسلاه ومصفياه. محضره ايه بقى؟ البصاره يا جماعه من الاكلات المصريه الحلوه جدا جدا. معايا بصله اخرطها كده على الفول كده، هقطعها كده. محضره ايه كمان للفول؟ محضره خضره، شبت وكزبره وبقدونس مغسولين ومتصفيين. مش هقطعهم رفيع طبعا لان كل ده هيتسلق. وطبعا في حزمه بقدونس تانية مغسوله ومتقطعه ومتصفيه، دي للتزيين بتاع وش البصل. طعمها حلو جدا جنب البصل الاخضر، جنب زيتون، جنب بدنجان مخلل، جنب طماطم مخلله. حطيت كده. شوفوا يا جماعه هنحط ايه بقى فوق كده؟ هنحط توم، يا فريش يا توم اللي انتي مفرزاه، ونحط ميه ونحط الكلام ده على النار يستوي. محضره ايه كمان؟ مقطعه بصله رفيع، واحط لها شويه ملح صغيرين كده، وادعكها كده اهو، وبحبه زبده واحمرها. دي تبقى التقليه اللي هتتحط على وش طبق البصاره. شويه ملح مش كتير عشان ما يحدقش. الملح بيدي للبصل لما بيتعمل بالطريقه دي ويتحمر قرمشه، وانا عايزاه مقرمش. هنزل بميه هنا واحط التوم طبعا، واحط الحله تستوي على النار وارجع لكم. كده انا سويت الخليط اهو، اللي هو ايه بقى؟ الفول المدشوش مع البصل مع الخضره اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحط نعناع اخضر عشان ما عنديش نعناع ناشف اهو. هحط عشان هضرب الكلام ده كله في الخلاط. واحط ايه كمان؟ هحط التوم اهو المفرز ده. لو كنت حطيت توم فريش كنت سبته استوى مع الخليط، لكن انا التوم المفرز ما حطوش مع الخليط يستوي، لان هو طبعا متفرز ممكن يتهري وما يديش طعم. والنعناع ما عنديش نعناع ناشف، فحطيت نعناع اخضر. الكلام ده كله يا جماعه هيتضرب في الخلاط. هو برد شويه واضربه في الخلاط. هضرب الكلام ده في الخلاط ونرجع نشوف هنسوي البصاره ازاي. هنا انا ضربت الخليط في الخلاط اهو بالمنظر ده. هبدأ اقلب. احط ايه عليه؟ طبعا انا حمرت البصلة اهو، دي اللي هحطها على الوش. هاخد السمنة بتاعتها الزبدة، احطها على الخليط كده. دي اللي انا حمرت فيها البصلة اهو، بتدي طعم حلو قوي. هحط ايه هنا بقى؟ ملح وشطة وكمون. نسيبها تغلي عشان تستوي طبعا، وبعد ما تغلي وتبقبق كده نغرفها. مش عايزه تحطي شطه كنت تحطي معاها فلفل حامي. ادي شويه شطه اهم عشان الشطه دي حراقه. حط حبه كمون كده حلوين. لو كان عندك نعناع ناشف تحطيه بقى في الوقت ده، ما تحطوش زي يتضرب اللي هو، عشان انا حطيت نعناع اخضر. لو نعناع ناشف كنت تحطي هنا بس. وملح طبعا تدوقي، لو محتاجه ملح تحطي. واقلب واسيب الكلام ده يستوي. طعمها تحفه. هتستوي كويس ونرجع نغرفها مع بعض. كده يا جماعه البصاره استوت خلاص، نغرفها بقى في الاطباق. ريحتها تحفه جدا اهو. بسم الله اهو سويتها كويس. اغرفها بقى في الاطباق واسيبها تبرد وبعدين ازينها ونبدا ناكلها. هي بتمسك في الطبق على طول لان هي فيها فول مستويه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم.
عملت معاكم البصاره، ربع كيلو فول، حطينا شبت وكزبره وبقدونس وبصله، وحطينا توم ونعناع، والتوابل حطينا حبه كمون، حبه شطه وملح بس. هنبدأ بقى نزينها ما تبرد شوية، ونوريها لكم بعد ما تتزين وتبرد شوية. ننضف الأطباق بالمناديل ونرجع تاني مع بعض. كده يا جماعة غرفنا البصارة اهو، حطينا عليها البصل المتحمر المقرمش والبقدونس المغسول ومتصفي وناشف اهو. ناكل جنبها ايه؟ حاطين زيتون اللي احنا برضو عاملينه في القناة، وبصل اخضر، عندك طماطم ممكن تخليها، وادي العيش. عملت معاكم البصارة يا جماعة، يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير، والقاكم في فيديو جديد.